السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. معاكم نهلة سلمين. حبيت اغير من الوصفات والاكلات العربية ودخلت على الوصفات الهندية. مش بس شكلها حلو وبتغري، لا وكمان طعمها اجمل بكتير. الوصفة دي اسمها دي بيازا. هنعملها ببهارات مسالة. دي من الأكلات المشهورة جدا في الهند. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تزور قناتي اشترك في القناة وفعل جرس الاشتراك للكل علشان يوصلك كل وصفاتي. تابعوني على قناتي على الفيسبوك اسمها مطبخ الندى الأكلات والحلويات مع نهلة سلمان. أول مكون في الوصفة بتاعتنا هي الفراخ. تجيبي فرخة الحجم اللي انت عايزاه وتقطعيها حوالي 10 قطع، وتشيلي الجلد منها زي ما انا شايلاه كده بالظبط. تغسليها كويس وتركنيها على جنب، ونروح للتوابل اللي هنحطها عليها. معايا معلقة من الملح، ومعلقة من الجنزبيل المطحون الأخضر، وربع معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة كبيرة من التوم المفروم، ومعلقة كبيرة من البابريكا. أول حاجة هنحضر الفراخ. كل التوابل اللي احنا ذكرناها هنصبها كلها على الفراخ اللي مغسولة كويس ومتشال منها الجلد، وهقلبها كويس في بعضها بالسباتيولا او بايديكي، مفيش اي مشكلة. المهم اغلف كل قطع الفراخ بتاعتي بالتوابل اللي انا حطيتها عليها، وبعد كده هسيبها لمدة 30 دقيقة في التلاجة. الخطوة اللي بعد كده هنحضر بهارات مسالة اللي احنا قلنا عليها. عندي معلقة من القرنفل، ومعلقة من الحبهان، ومعلقة كبيرة من الورق اللورا، ومعلقة من حبوب اليانسون. كل البهارات دي هتلاقيها عند العطار. وعود قرفة كبير وانت كسريه، ومعلقة كبيرة من الكاري، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من المستكة، ومعلقة صغيرة من الكوبيبة الصيني، ومعلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من الكمون. التوابل البودر اللي انتوا شايفينها انا ما لقيتش زيها سليم، فاضطريت اجيب اللي هو المطحون. لو انت لقيتي سليم يبقى افضل. كل ده هطحنه في المطحنه وارجع لكم تاني. وده الشكل الاخير لبهارات مسالة. لو رحت للعطار وقلت له عايزه بهارات مسالة مش هيديكي، لان الوصفه هنديه والحاجات دي بتبقى في الهند. انت هتعمليها في البيت، انا عملتها قدامكم علشان تجيبوا البهارات وتعملوها في البيت. تالت خطوه وهي خلطه الزبادي. معايا كوبايه كبيره من الزبادي حوالي 200 جرام. ونروح للبهارات. معايا معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكمون، معلقتين كبار من بهارات مسالة اللي احنا عملناها، ومعلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة. هنحط كل البهارات اللي انا ذكرتها على الزبادي، وهقلبه كويس جدا لحد ما يبقى عامل زي الكريمة. استخدمي اي نوع من الزبادي مفيش اي مشكلة. انا استخدمت لبن رايب كان موجود عندي في البيت. وده شكل الخليط بعد ما ضربته حوالي 5 دقايق. لازم يكون شكله كريمي وناعم بالطريقة دي. هنركنه بقى ونروح للخطوة اللي بعد كده. في حلة على البوتاجاز او في صينية، الحاجة اللي انت هتشتغلي فيها وتعملي فيها الفراخ، هحط معلقتين زيت كبار، وهحط عليهم بصلة كبيرة متقطعة مكعبات او متقطعة صغير، وهقلبها واسيبها تتحمر لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف كده. أول ما تتحول للون الذهبي هنزل عليها بمعلقة كبيرة من التوم المفروم، ومعلقة كبيرة من الجنزبيل المفروم. وبعد ما أحط التوم والجنزبيل هقعد لمدة 30 ثانية. بعدها هنزل بنص كيلو من الطماطم المضروبة كويس جدا، وكمان مصفياها كويس جدا. بعد ما أحط الطماطم هقلبها تقليبة بسيطة كده، وبعدها هحط نص معلقة من الملح، وهسيبها لحد ما تتسبك تماما. هتقعد حوالي ربع ساعة على نار هادية لحد ما توصل معاكو للشكل اللي قدامكو ده. ساعة ما تلاقوها تبقى بالمنظر ده يبقى هي كده اتسبكت معايا. هنزل عليها بخليط الزبادي اللي احنا عملناه في الأول وركناه على جنب، وهقلب خليط الزبادي مع خليط الصلصة لحد ما يتجانسوا مع بعض كويس جدا. بعد ما اقلب الخليط ويتجانس مع بعضه هسيبه يغلي لمدة دقيقة على نار متوسطة. وبعد الدقيقة ما تعدي ويبقى بالشكل ده هنزل بالفراخ بتاعتي قطعة قطعة. احط كل كمية الفراخ اللي انا عملتها،
بعد ما حطيت الفراخ في التسبيكة سبتها لمدة 5 دقايق تغلي على نار هادية جدا، وبعد كده قلبتها على الجنب الآخر وسبتها كمان تغلي 5 دقايق على الجنب الآخر، وكل ده على نار هادية. بعد ما سبتها 5 دقايق على الجنب ده و5 دقايق على الجنب ده هنزل عليها بكوباية كبيرة من المية، والمية اللي تحطيها تكون بتغلي، تكوني مسخنة لها مية كويس جدا، المية ما تكونش باردة، تكون سخنة جدا. وهنحط نص معلقة ملح عشان المية اللي احنا حطيناها، وهسيبها تغلي لمدة 30 دقيقة على نار متوسطة. ده شكلها بعد ما عدى 30 دقيقة. في المرحلة ديت هحط عليها بصلتين متقطعين بالطريقة اللي قدامكم دي، وطماطمتين متقطعين مكعبات. البصل نقيت بصلتين صغيرين وقطعتهم 4/4، مش مقطعاه صغير، والطماطم هكذا برضك مقطعاها، بس الطماطم مربعات كبيرة شوية. وهحط عليهم قرنين شطة خضراء أو حمراء اللي موجودة عندك، وبعد كده هغطيها واسيبها تغلي لمدة 5 دقايق على نار هادية. وبعد كده عندي عود كزبرة أو عود خضرة، أي نوع خضرة عندك، وتقومي جاية حاطة شوية منه بس على الوش، وبعد 30 ثانية تقفلي عليها، وده الشكل الأخير ليها. الحقيقة المنظر لوحده بيشهي، ما بالك بقى الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي زمانهم رقهم جري على الأكلة. يلا قوموا دلوقتي واعملوها، واكتبوا لي تحت في التعليقات هي عملت معاكوا ايه، وطعمها عامل ايه، وشكلها عامل ايه. الوصفة دي هندية، فطبعا لازم يكون فيها بهارات كتير وشطة كتير، لان الهند طبعا مشهورة بالشطة الحامية جدا، واكلاتهم الحراقة والخطيرة جدا. انت عايزة تحطي كمية الشطة دي حطيها، مش عايزة تحطيها ما تحطهاش، ده اختياري، بس مش هتبقى حامية قوي. انا عملت كل الوصفة ديت وما لقيتهاش حامية ولا حاجة، رغم اني حطيت شطة بودر وحطيت الشطة الاخيرة الخضرة دي، هي كمان حامية جدا. بتقدمها مع رز بسمتي، مع رز عادي، مع العيش، اي حاجة بتقدميها معاها، الوصفة ممتازة. خلصنا الوصفة الهندية دي بيازا ببهارات مسالة، ده اسم الوصفة بتاعت النهاردة. يا رب تعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وفعل جرس الاشتراك للكل علشان يوصلك كل وصفاتي. وكمان تابعوني على قناتي على الفيسبوك اسمها مطبخ الندى، الأكلات والحلويات مع نهلة سلمين. وشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا، وشاركوه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي علشان الكل يجرب الوصفة الهندية دي بيازا. الوصفة تستحق التجربة، جربوها ومش هتندموا. اكتبوا لي تعليق وقولوا لي الوصفة حلوة ولا لأ، لأني بحب تعليقاتكم جدا جدا، بتدعمني وتخليني أكمل. كانت معاكم نهلة سلمان، أشوفكم على خير الفيديو القادم، مع السلامة.